هشام زلواش، المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة سوس ماسة. في البداية نبغي نقدم باسم كل أطر المديرية الجهوية التعازي لكل الضحايا وبالشفاء العاجل لكل المصابين من والجرحى من تداعيات الزلزال اللي ضرب بلادنا في 18 شتنبر. بطبيعة الحال المديرية الجهوية لقطاع الشباب وعلى غرار باقي القطاعات العمومية انخرطت منذ اللحظات الأولى للزلزال في المساعدة وفي الدعم لكل المبادرات ديال السلطات العمومية، وهذا بتعليمات ديال السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد الكاتب العام لقطاع الشباب. في هذا الإطار ساهم القطاع على مستوى المديرية الجهوية بتوفير واحد المجموعة ديال الأجهزة اللوجستيكية اللي ساهمت في إيواء المتضررين من الزلزال عن طريق مد السلطات الإقليمية الإقليم تالودانت ب 120 خيمة من الخيم ديال المخيمات، وأزيد من 1200 سرير إسفنجي و400 سرير خشبي تم تسليمهم الى السلطات الاقليميه لتالودانت. بطبيعه الحال في هذا الاطار حنا تنشتغلوا بتنسيق مع السلطات العموميه وخصوصا السيد والي جهه سوس ماسة، وحنا مستعدين انه الا كانوا شي تجهيزات اخرى اننا نساهموا بهم في اطار توفير الايواء والمتضررين من الزلزال. هذا جانب. الجانب الثاني على مستوى التدخل الميداني، حنا اولا بصدد اعداد واحد مجموعه ديال البرامج والانشطه اللي غتكون موجهه للمتضررين خصوصا الاطفال والشباب والنساء عن طريق وحدات متنقله للدعم والمواكبه النفسيه، وعن طريق تنظيم مخيمات لفائده الأطفال ديال الجهات المتضررة. وفي هذا السياق قامت المديرية الإقليمية لتالودانت لقطاع الشباب التابعة للمديرية الجهوية سوس ماسة بتنظيم واحد القافلة ديال الدعم والمواكبة الأيام ديال 22 23 24 في اتجاه المناطق المتضررة. وهاد القوافل وهاد الوحدات المتنقلة غادي يستمروا خلال المرحلة المقبلة. ينضاف إلى هذا أنه المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب سننظم بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة الأسبوع المقبل واحد الحملة للتبرع بالدم غيشاركوا فيها الأطر ديال القطاع، ولكن كذلك الجمعيات والشباب اللي تيستافدوا من الخدمات ديال المؤسسات ديالنا. بغيت غير في الأخير نشير على أنه العملية ديال المساهمة ديال الموظفين والموظفات ديال المديرية الجهوية في الصندوق الوطني للتضامن ضد الزلزال اللي تيحمل الرقم 126، واللي الأطر والموظفين ديال المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية انخرطوا بواحد الشكل كبير في بالمساهمات ديالهم المادية من خلال اقتطاع ايام عمل من الاجور ديالهم خلال المرحله المقبله. فالمديريه الجهويه لقطاع الشباب والمديريات الاقليميه للقطاع بالجهه منخرطين في الدعم والمسانده وفي في اخراج في المساعده في اخراج المناطق المتضرره من الوضعيه ديال الزلزال الى الوضعيه عاديه اللي تكون فيها الحياه بشكل طبيعي.